احنا زي ما بنقول بنستسهل، بنجيب كل معلومة عايزين نعرف حاجة بندخل على التواصل الاجتماعي، احنا مش عارفين مصدر المعلومة. مش كلنا بيبقى عندنا نفس ولا الوقت والمزاج انه نقعد نشوف مصدر المعلومات دي جاية منين، وكتير مصادر المعلومات جاية من مصادر غير قائمة على دراسة، مش مبنية على منطق علمي أو دراسة، بتبقى أوقات كتير رأي أو معلومة كده مش مدروسة، فده خطر. غير هنقول برضو من مزايا التواصل الاجتماعي إنه مدي فرصة لناس كتير تعبر عن رأيها. ناس كانت ما بتقدرش توصل رأيها خالص بقت توصله، وإدى فرصة للناس اللي نفسها تبقى مشهورة، تبقى معروفة، بتتكلم. دي ميزة لهم، ومش شرط تبقى ميزة للآخرين، لأنه في ناس بتبقى عايزة تبقى مشهورة بتقول أي كلام وبتعمل حاجات غير لائقة أوي يعني.